في الوقت الذي عزف فيه الشباب عن خدمة الأرض، لا يزال بعض الرجال رغم كبر سنهم نفسهم يكمن في التمسك بخدمة الأرض للنهوض بالقطاع الفلاحي والمحافظة عليه من الزوال. وعينة ذلك مع عم الوالي في هذا البورتري لسلف دمش. تجاوز سنه 80 لكنه لا يزال مشحونا بالحيوية والنشاط. كيف لا، وقصته مع هذه الأرض قصة حب وعشق ليأكل الشعب مما يزرع. إنه عم الوالي الذي يكافح من أجل المحافظة على قطاع الفلاحة. تربي فيها وبدي الخدمة كي كنت صغير، راني شافي على روحي. مولا 16 عام كنت نخدم عند القور نصبر هذا الشجرة، والشجرة كانت بقيمتها مورين القور. الشجرة عندهم كانت بقيمتها ماهيش كيما درك، راه شعبنا القيمة، الشجرة عندها قيمة، هما ما مش دايرين لا قيمة. في هذه المزرعة الواقعة ببرتوتة وعلى مساحة 20 هكتار ينتعش كل ما له علاقة بالفلاحة، خصوصا ما تعلق بتربية الأبقار الحلوب والدواجن، بفضل مثابرة وحرص عم الوالي الذي لا يكاد يتوقف عن الحركة رفقة أولاده وأحفاده لمواصلة مهنة الآباء والأجداد. ديت الخبرة من عند عمي محمد هاوليك ومن عند خوالي ومن عند جدي. شي ساهل بصح واعر شويه، بصح حلوه الفلاحه بزاف. الانسان كي يكون يبغيها ربي يعطيها له، وكنا كافيين بلادنا وكافيين بلاد الغير، كنا نسقوا حتى للخارج. عم الوالي حكمته غرسوا فأكلنا ونغرس فيأكلون. فتحية وتقدير لهذا الرجل الذي حافظ على هذه المهنة في زمن عزف الشباب فيها عن خدمة الأرض.